الأكلة دي لما كانت جدتي بتعملها كنت بحس ان احنا متميزين قوي بالأكلة دي. ما شفتش حد بيعملها حلوة زي اللي كانت جدتي ربنا يديها الصحة والعافية بتعملها، وانا اتعلمتها منها وبصراحة بتطلع رائعة. شوفي قد ايه مفلفل على فكرة، بقى ده لسان عصفور. تعالي اقولك عملت ايه. انا عصقت اللحمة الاول بان انا حطيت زيت ومعلقة سمنة في الطاسة، وحطيت عليهم البصل المفروم، وبعدين نزلت عليه باللحمة وقلبتهم مع بعض كويس قوي، وببدأ ان انا اضغط اللحمة مع البصل كويس قوي علشان اللحمة تشرب من عصارة البصل ياخد نكهة اللحمة. وعلى فكرة انا مش من الناس اللي بتحب تحط لا طماطم ولا فلفل ولا اي اضافات على اللحمة، خاصة لو انا مش هحشي بيها السمبوسة. اما لو هحشي سمبوسة بحط خضار مفيش مشكلة، بستخدم التوابل بتاعتي ملح وفلفل وشوية جنزبيل وقرفة وبهارات مشكلة، مش اكتر من كده، وبقلب كله مع بعضه. ما بتاخدش اي وقت كده. خلاص خلصت. جبت حلة فيها مية بتغلي على النار وحطيت فيها ملح ونزلت فيها بلسان العصفور بتاعي. ولو وصلتي لحد هنا وانتي لسه ما عملتيش لايك وشير فانا كده هزعل وهجيب ناس كمان يزعلوا. يلا اعملي لايك وشير وما تنسيش تتابعيني. انا سلقت لسان العصفور بتاعي لما حد كان 70% تقريبا كده تسويه وصفيته، وبعدين جبت بقى لسان العصفور بتاعي وقلبت عليه كمان اللحمه المفرومه بتاعتي بعد ما اتعصجت. وكنت في الوقت ده عملت شفشق طماطم وحطيته على النار لحد لما بقى عصير طماطم مركز، قلبته عليها وحطيت ملح وفلفل وبس كده. الخليط بتاعي جاهز. بتاكد بس ان انا قلبت المكونات دي مع بعضها كويس قوي. وممكن لو انا الطماطم بتاعتي مش كفايه او مش مدياني اللون الاحمر اللي انا عايزاه بحط معلقه من الصلصه كده زي ما انتي شفتي، لان في اوقات بيبقى الطماطم نفسها حمرا قوي واوقات تانية لا. في الوقت ده انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 220، وجبت بقى صينيه مدهونه بالزيت وبدات افرد فيها الخليط بتاعي بتاع لسان العصفور، واحاول ان انا اخلي السطح بتاعه متساوي عشان ميبقاش حته طالعه وحته نازله. وبجيب بقى معلقه ابدا اعمل بيها تجاويف جوه لسان العصفور كده عشان ده المكان اللي هحط فيه البيض. واجيب بيضه افتحها في طبق تاني علشان لو في بيضه فاسده او حاجه ما تنزلش على الخليط بتاعك تبوظهولي. بتاكد ان كل بيضه سليمه لما بفتحها في طبق لوحدها، وبعدين بحطها في التجويف بتاعها وبرش على كل بيضه ملح وفلفل. بدخلها بقى على فرن سخن جدا على الرف الاوسط لحد لما البيض يستوي. درجه سوى البيض انت اللي بتحدديها، متماسك قوي ولا سوفت حسب ما انت بتحبي انت واسرتك. لما تطلع من الفرن بتحسي انها ناشفه شويه غطيها شويه وهتلاقيها طريت وبقت زي الفل.